فاخر من الاخر، هو ده اللي يتقال عليه عظمه. شايفين ما شاء الله، اللهم بارك. السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ جايه لكم بتتبيله تحفه للفراخ. تعالوا كده، يلا تعالوا 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 اوريكم الذوبان. حاجه كده بجد فاخر من الاخر، هو ده اللي يتقال عليه عظمه. شايفين ما شاء الله، اللهم بارك. الفراخ دايبه ذوبان كده، شايفين؟ حاجه كده دايبه ومشرفه معاكي في العزومات، وسهله جدا ومنجزه، وهتعمليها في وقت قياسي من غير وقت تتبيل. ويلا نشوف عملت الجمال ده ازاي. اول حاجه هعملها، هجهز تتبيله الفرخه. بصل هقطعه كبير كده عادي كده. اول حاجه معايا البصل، وطماطميه كبيره، وفلفل اخضر، واحد فلفل حراق، وده اختياري. التوابل، اول حاجه هضيفها الملح. هضيف للفرخه معلقه كبيره ممسوحه، فلفل اسمر، بهارات فراخ، بابريكا، توم بودر، بصل بودر، رشه حبهان مطحون بس حاجه بسيطه كده، رشه جوز الطيب، عصير ليمونه. وهخلط كده المكونات دي مع بعض الاول. ومعايا هنا الفرخه طبعا مغسوله كويس، وكانت منقوعه في ملح وليمون، وبعدين شطفتها كويس. هبدا انغز الصدر كده طبعا من تحت الجلد علشان يبقى شكلها حلو. وهبدا اخد التتبيله كده واتبل بقى الفرخه، وهحشيها من جوه كده كويس. وهجيب الصينيه اللي هشويها فيها كده، وهاخد شويه من التتبيله دي تحت. بعد كده اضيف عليهم الفرخه، واضيف بقيه اللي في الطبق، وهضيف عليها كده كام معلقه زيت من على الوش. وهضيف لها حوالي نص كوبايه ميه مغليه. بعد كده هغطيها بورق فويل، وهدخلها الفرن على اعلى درجه لمده ربع ساعه. وبعد كده ههدي عليها النار واكشف الفويل لحد بقى ما تستوي براحتها. جهز الصوص اللي هدهن بيه وش الفرخه علشان تحمر. معايا حوالي معلقتين زيت، عليهم معلقه كبيره دبس رمان، معلقه كبيره صويا صوص، معلقه كبيره صوص باربيكيو، وهقلبهم مع بعض. بعد حوالي ساعه الفرخه بقت بالشكل ده، فهاخد شويه من الصوص اللي نازل منها ده، وهضيف منه شويه على الفرخه تاني. وهجيب الصوص اللي انا عملته وهدهن الفرخه بيهم، وهدخلها الفرن تاني حوالي ربع ساعه في حله على النار وفيها زيت وسمنه. وبعدين هنزل ببصلايه مبشوره ناعم، وبعد ما تدبل شويه هضيف طماطمايه مبشوره ناعم، وعليها جزرايه مبشوره ناعم. وبعد ما يتبلوا مع بعض كده حوالي 5 دقايق هضيف الملح، بصل بودر، توم بودر، كمون، بابريكا، كركم، فلفل اسمر، ليمونه مجففه، مكعب خضار، ورقتين لوري، نص عود قرفه، رشه جوز الطيب. وبعد ما يتبلوا شويه كده هنزل بالرز البسمتي، هشوحه شويه مع التتبيله دي الاول. ودي المرته اللي انا شلتها من الفرخه هنزل بيها كده، بتدي طعم حلو جدا للرز. وبعدين هضيف ميه سخنه. ما شاء الله كده الفرخه بتاعتي استوت. دخلتها الفرن تاني لمده ربع ساعه على نار متوسطه، واخدت اللون ده كده لوحدها. وكده خلاص ما شاء الله الرز استوى. هطفي عليه،
وبكده ابقى خلصت معاكم وصفتي النهارده، وبألف هنا وشفا. لو عجبتكم الوصفه بتاعتي ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناه علشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامه.